يا خبر ابيض على احلى عصير ممكن تشربيه. يلا نعمل عصير يجنن وطعمه خطير. اول حاجه هنحتاج كوبايه من الفراوله. بصوا بقى جمال الفراوله فروزن، بس ايه نوعها حلو قوي. هناخد كوبايه، وبعدين هنحتاج كوبايه من المانجا. الله ده فيها كتير. بصوا، ودي المانجا، واحده كمان اهو. وهننزل عليهم بكوبايتين من اللبن. اللبن طبعا يا جماعه يفضل يكون لبن شركات، يعني بلاش اللبن الطبيعي بتاعنا. قبل كده قلتوا لي يا ساره ده اللبن الطبيعي افيد. انا هنا مش بتكلم في الافيد، انا بكلمكم على طعم المحلات. في المحلات بيجيبوا اللبن ده، لبن الشركات، ما بيجيبوش اللبن الجاموسي يا جماعه. حضرتك لو عايزه طعم الكافيهات وطعم المحلات يبقى هتستخدمي لبن شركات ولبن معلب. هننزل بمعلقه كبيره من القشطه، 1 2. وكنا هننسى الموز، لازم ننزل بحبتين من الموز. عايزه اقول لكم اني بعشق العصير ده يجنن. وبعدين هننزل 3 بولات كبار من الايس كريم، يفضل طبعا ايس كريم فانيليا. واخر حاجه هنستخدمها السكر. انا هستخدم 3 معالق كبار، حابه تضيفي اكتر او اقل حاجه ترجع لك. وبس كده. هناخد بقى المكونات دي ونضربها كويس قوي قوي في الخلاط. يا خبر ابيض على احلى عصير ممكن تشربيه. وتعالي اقول لك بقى انا بحب اشربه ازاي. المزاج العادي. بصي كده، شويه كراميل كده، وبص الروقان بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده. بصوا بقى، ممكن تقدموه زي ما هو كده، وممكن تعملوا الميكس الجبار ده. هتجيبي الكوبايات وتديها كده سنة تزيين بالكراميل، وتنزلي بالعصير نفسه، وشوية بقى من أي بسكويت عندك بالشوكولاتة والكريمة، مثلا بوريو أي نوع، ومعلقة قشطة. بقول لكم إيه، ميكس عالمي. وانزلي تاني بباقي كمية العصير، واقفليها بقى وقدميها. عبقرية والله العظيم، عبقريه. عايزه اقول لكم العصاير دي بتتقدم برقم وقدره بره، احنا بنعملها في البيت بطريقه حلوه قوي. يعني عايزه اقول لكم الكميه دي كلها بسعر كوبايه واحده من المحلات بره. قولي لي بقى ايه رايك في جمال. قفلي بقى ودوقي، والف هنا وشفا عليكي وعلى كل حبايبي. مين بقى عارفه